ايه يا قمر، جاهزة؟ جاهزة جدا. جاهزة؟ بص، هو عامة احنا هنلف كتير بس مش مشكلة، كله يهون عشان خاطر عيونك. يا توتا يا قمر، انت صباح القمر، صباح الفل يا عسل. بس انا مبسوطة ان انت بتحاول تقرب المسافات عشان خاطر الواحد ما يتخنقش. الواحد بيتخنق في الطريق صعب. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا، والناس هتساعدنا دلوقتي وهنلاقي حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله كده كل اللي بيتفرج علينا يا جماعه ما ينساش يساعدنا دلوقتي ويقول لنا ايه رايه ويشاركنا معانا كده الدنيا. يكتب لنا في الكومنتات كده ايه اكتر حاجه مثلا لفتت نظركم، الحاجات الحلوه دي يعني. ان شاء الله يعني هنجيب حاجه حلوه باذن الله. يا صباح الفل وصباح الهنا على احسن ناس في الدنيا دي كلها. سامحونا على الفتره اللي احنا غبناها ديت، بس غصب عننا علاج قلق بس كان واخدنا منكم الفتره اللي فاتت ديت. مشوار بعيد، فعشان كده احنا كنا بنيجي خلاص الفرحه دي مش قادرين. توصلوا الفيديو دوت ل 100,000 لايك، كلكم تحطوا لايك على الفيديو دوت وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لان الايام اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا. عايزينكم تشاركوا معانا في كل اللي احنا هنعمله. احنا دلوقتي يا جماعه ان شاء الله رايحين نتفرج على بيت جديد ان شاء الله يكون قريب من المستشفى، لان الشقه اللي احنا قاعدين فيها بعيده عن المستشفى، بنرهق جدا 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 على ما بنوصل لحد المستشفى فبنتعب. فان شاء الله هنروح هنختار بيت مع بعض جديد كده ان شاء الله، هنشوف فيلا تكون كويسه. شاركوا معانا اي حاجه هندخلها ونتفرج عليها، تختاروا معانا الفيلا المناسبه كويسه تروق نفسيتها كده، واي حاجه ممكن قلبي مش عايزاه. اي حاجه تروق نفسيتها في البيت انا ان شاء الله هجيبها لها وهعملها لها، وان شاء الله ربنا يوفقنا وادعوا لنا دعوه حلوه كده ان احنا نلاقي حاجه مناسبه. بص يا محمد، اولا يعني بعيد عن ان انت بتحاول تعمل كل حاجه، بس والله ده كده كتير والله عشان تصرف. والله العظيم ما يكتر عليكي حاجه، اقسم بالله انا قلت لك قبل كده وهقولها لك تاني قدام الناس كلها. هو ده طبيعي، انا لو هصرف يا الاء اخر جنيه معايا اقسم بالله ما هستخسره فيكي، وتحت رجليكي كل الدنيا. ربنا يخليك لي ويبارك لك. مقابل حاجه واحده بس، مقابل ان انا اشوف ضحكتك رجعت تاني من الاول ونفسيتك اتظبطت. انا شغلانتي وشغلي الشاغل في الدنيا دي كلها ان انا افضل اعلي ليفل النفسيه عندك كده لحد ما يطلع للسماء. بس الحمد لله والله يا جماعه الحمد لله، انا بقول لها لا في نسبه تحسن، انت ما تشغليش دماغك وان شاء الله باذن الله هو الموضوع وقت بس زي ما الدكتور قال لنا. انا مش شايفه. انتوا دلوقتي يا جماعه قولوا لها يا الاء والله العظيم اتحسنتي الحمد لله، ان عينيكي بدات تقفل والحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين يعني. انا بقعد دايما كده كانت مفتوحه بطريقه غبيه، انا بقعد اوريها الفيديوهات القديمه وبقعد اوريها صورها القديمه والحاجات القديمه عشان خاطر هي لا مشكلتها ان هي مستعجله عايزه تخف بكره. مفيش حاجه مش موضوع مستعجلة. الاعصاب بياخد وقت وان شاء الله انت في انا تحسن. خايفه اللي بعد الشر يفضل ترابط العضلات ماسك في وشي. يا جماعه انتوا عارفين الدكتور قال لي ايه؟ طب استنى بس، ما علينا بعد ما تخف خالص، ما علينا عشان ما نخرجش الناس بس من موضوع الفيديو. بص يا جماعه الدكتور قال لي بعد ما تخف خالص، عارفين قال لي روح اعمل ايه؟ انا كنتش متخيله عمري ان انا اعمل حاجه زي كده، بوتوكس وفيلر، عشان خاطر العضلات عندي ماسكه. متهيألي انا مش فاكره كلامه قوي، بس هو قال لي العضلات عندك هتبقى ماسكه فاحنا عايزينها تبقى مرتخيه. البوتوكس ده متهيألي بيرخي العضلات ولا ايه؟ مش عارفه بصراحه. المهم دلوقتي يا جماعه كلكم تدعوا لآلاء وتقولوا لها الحمد لله ان انت في نسبه تحسن الحمد لله بنسبه كبيره جدا، وانا الحمد لله بطمنها دايما. زي ما قلت لك انت رايك مهم جدا جدا، فلازم تكتبي رايك في الكومنت. بيت رقم 1 مثلا، يعني انا مش عارفه احنا هنتفرج على كام بيت، بس ايا كان رقم 1 رقم 2 رقم 3 اكتبي في الكومنتات وانا هقول لكم في الفيديو مثلا ده كده. يعني خليكم معانا بقى. جاهزه يا باشا؟ جاهزه. لا نامت يا جماعه في الطريق لان المسافه بعيده زي ما انا ما قلت لكم. احنا في مشقه على ما بنروح المستشفى، فاحنا جايين في الموقع اللي فيه المستشفى اصلا، وان شاء الله ربنا يوفقنا كده ويكرمنا ونلاقي حاجه كويسه ويهمكم معانا يا جمهوريه. لا طبعا احنا مش هناخد اي قرار الا ما انتوا اللي تختاروا وانتوا اللي تقولوا. والجو دلوقتي احنا خارجين في عز الظهر، وصلنا الحمد لله يا جماعه، والراجل معانا دلوقتي السمسار واحنا بنلف ان شاء الله. بص انا متفائله من بره، هي شكلها حلو. بص يا جماعه احنا هنفرجكم دلوقتي وان شاء الله احنا متفقين معاه جايب مفتاح كذا بيت ان شاء الله، وهنتفرج عليهم كلهم. وما تنسوش تقولوا لنا ايه رايكم. ادي شكل البيت من بره. عايز اقول لكم بصوا ما شاء الله الشارع برده شكله جميل جدا. الشارع هنا ما شاء الله برده. وآلاء دخلت دلوقتي يا جماعه وقفلت الباب عشان عايزانا نخبط. اتفضل. ازيك يا استاذه آلاء؟ ممكن اتفضل؟ يلا نتفرج. تعالوا اتفضلوا يا جماعه. بره مش اوسع حاجه بصراحه، انا عايز حاجه اوسع من كده. دي كده الدخله بقى يا جماعه، ديت كده غرفه الضيوف اللي هي المجلس، وهنا كده يا جماعه ده الحمام ما شاء الله هو شكله تحفه.
تشطيبه 100 100 وكل ما شاء الله هي الفيلا جديده. بصوا متهيألي احنا نحط يعني دي على فكره اوضه ضيوف، يعني لو في ضيوف تدخلها على هنا على طول. طب والغرفه دي فيها ايه الباب ده؟ ما تعالى بقى نخش من هنا من الباب الرئيسي. يلا بينا. اهو الباب الرئيسي اهو. ايه يا توته عاجبك البيت هنا؟ دي كده الريسبشن يا جماعه، برضو التشطيب ما شاء الله جديد خالص اهوت. في اوضه اهي، في اوضه هنا كمان، متهيألي اوضه بالحمام بتاعها بس الحمام مقفول وده دريسنج. تمام ما شاء الله جميله واسعه. بس انا المشكله معايا في الجاردن دلوقتي ان هي مفيش مساحه بره كويسه. ده هنا كده حمام الضيوف معمول كده ايه تقريبا تحت السلم عشان يستغلوا المساحه. المطبخ اهم حاجه عندنا يا جماعه، المطبخ ده اهم حاجه عندنا. ما شاء الله المطبخ تحفه واسع كبير. لا هو ما شاء الله التصميمات عندهم في دبي هنا جميله، انا بلاحظ ان هم بيهتموا بالمطبخ والحاجات دي. الباب ده اللي بيخرج ايه من بره الممر. تعالى بقى اوريك ايه الباب اللي احنا كنا فيه دلوقتي اهو، ده باب الضيوف اللي احنا كنا لسه فيه. وفي حمام هنا برضه اهو، ده خاص بالضيوف عشان لو معاك ضيف ولا حاجه. ده اللي احنا كنا لسه فيه من شويه. ايوه صح. تعالى بقى نطلع فوق. تعالي يا باشا اطلعي عروسه. السلم ما شاء الله شكله جميل، الديزاين بتاعه تحفه. نشوف نحكم عليه لما نتفرج فوق. بص بقى دي الاوضه، دي اول اوضه كده دخلناها، الحمام بتاعها واسع وحلو. ده كده حمام الغرفه الكبيره ما شاء الله واسع وجميل، والتشطيب بتاعه برضه شيك كده وحلو. اول نقطه ضايقتني هنا ايه ده؟ طب ما هو ليه عاملين لنا باب تاني؟ مش عارف ايه الفكره، ايه الهدف؟ اللي عارف ايه الهدف من الباب ده يا جماعه يقول لنا. مش احسن حاجه. تعالي بس نتفرج على بقيتها. يلا بص الاوضه دي فيها دريسنج كبير واسع حلو، مش صغير. ما شاء الله تحفه، والحمام بتاعها ما شاء الله جميل برضه واسع. في دفايات هنا كتير بس برضه الناس هتكتب رايها في الكومنت. هو اولا برضه الجاردن عندك مش واسعه، حاسه ان ممكن نلاقي حاجه احلى. دي الغرفه اللي بعدها هي يا جماعه، بس دي واسعه خلي بالك، دي واللي هي اول واحده دي دول واسعين. هي ما شاء الله انا ملاحظ ان الغرف بتاعتها والتقسيمه بتاعتها كلها واسعه، وكل الغرف ماستر يا جماعه، كل الغرف ماستر، كل الغرف بالحمام بتاعها. ودي احلى حاجه عشان ندخل الغرفه وما نطلعش منها. بس في حاجه تاني فوق؟ لا خلاص بقى ننزل. احنا بس هنبص على كام حاجه كمان كده، يمكن نلاقي حاجه الجاردن بتاعها اكبر، يمكن نلاقي حاجه بحمام سباحه. وان شاء الله ربنا يوفقنا. هي دي حلوه مش وحشه، بس في كام دفو كده يتصلحوا. دي كده يا جماعه هنا الفيلا الاولى، انتوا تقولوا لنا بقى من اللي احنا بنتفرج عليهم انهي الاحسن، واحنا هنختار مع بعضنا في الاخر برضو. احنا هنقول لكم برضو يعني ايه احنا رشحنا ايه. دي كده يا جماعه الفيلا الاولى ما شاء الله جميله ما شاء الله مش وحشه، بس هي بس انا كان نفسي ان يكون فيها جاردن كبير كده او حمام سباحه، فاحنا لسه مكملين مع بعض وهنتفرج وان شاء الله ممكن نلاقي. دي اول واحده اكيد هنلاقي احلى ان شاء الله. احنا الراجل معانا اهوت مش مقصر، ربنا يبارك له يا رب. فاحنا دلوقتي هنتوكل على الله. ده شكل المبنى من بره، الشكل بتاعها والتصميم بتاعها ممتاز جدا ومودرن كده شيك. فاحنا هنروح مع بعض بقى. استعنا على الشقه بالله عشان الجو حر جدا جدا جدا، لان احنا خارجين واخدين اليوم من اوله عشان النهارده ان شاء الله لازم اوصل لحاجه باذن الله. جاهزه يا باشا؟ جاهزه يلا بينا. جاهزه؟ جاهزه. قد التحدي؟ قد التحدي قد الشمس كده بقى. احنا هنروح للفيلا الثانيه وهنشوف وهنقارن والناس تقارن معانا. دي كده يا جماعه الفيلا الثانيه، بس بصراحه شكلها من بره كده يعني هندخل ونشوف. على فكره ممكن تكون حلوه من جوه. تعالوا يا جماعه احنا هندخل ونشوف. هي تالين دلوقتي انا عايز اقول لكم ان هي نامت وتعبت وفرهدت واحنا تعبنا وفرهدنا. انا عايزه اقول لك اصلا اللي هي جوه ممكن تكون حلوه واللي بره ده احنا نعمله ونوضبه. تعالوا يا جماعه، تعالوا يا جماعه كده نتفرج ونخش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم واختاروا معانا. بسم الله. هنا ريسبشن. هي الاوض فوق ولا مساحتها صغيره يا الاء. بص المطبخ يا جماعه، تعالوا كده تعالوا خشوا معانا. لا المطبخ مش احلى حاجه بصراحه. المطبخ بتاعها صغير وحتى لونه مش حلو وتقسيمه قديم كده. لا يعني ما حدش يختار دي بالله عليكم، عشان انا قايل لكم في البدايه. انا حاسه ان انت تختار. اوعوا تدبسوني، اوعى حد يقول الفيلا الثانيه. الحمام صغير على قد يعني داخله كده. تعالوا نطلع فوق بقى. خلي بالك من السلمه مكسوره يا الاء. انت خلي بالك بتاع عشان انت شايل تالين. تعالى. انا حاسه ان انت طالع خايف. ما هو بص التقسيم بتاع السلم اللي مقسم هنا، لو واحد جت رجله في الفاضي هنا كده كل سنه وانت طيب. مش حلوه ده. لو واحد انا اصلا بنزل اوعى يا ابني احسن تقع انت شايل البيت. فدي يا جماعه كده اوضه. هي الفيلا ديت 3 غرف ماشي، فاحنا مش هنكمل فرجه فيها كده كفايه عشان هو ايه الجواب باين من عنوان. فاحنا هناخد بعضنا ونخرج نشوف اللي بعدها. غرفه ثالثه فين؟ تقريبا فوق. هو قال لي 3 غرف بس وربنا ما طلع شايفها. لا مش قادره اطلع اصلا. لا خلاص يلا. لا انا اتقفلت. الفيلا لو حلوه وعايز توضيب عشان الحته دي انا مش هينفع اخدها. فبس كده يا جماعه تعالوا نشوف اللي بعدها ويعيننا ويعينكم ربنا واستعنا على الشقه بالله. هي اول واحده حلوه بقى. البت يعني دي البت دي اللي صعبانه عليا فرهدت. والله. المهم دلوقتي يا جماعه احنا ديت ما حدش يكتبها عشان اللي هيكتبها انا شايفك اهو. ها والله العظيم هنط لكم. انا شايفك. ها لقيتها جالكم. بس يا جماعه فانتوا كده هتختاروا بقى اللي يعجبكم
يعجبكم. انا مش هقول لكم ما تختاروش ديت، انتوا اختاروا اللي يعجبكم واللي ما يعجبكوش قولوا ما عجبناش بما يرضي الله، كانكم لان انتوا على فكره انتوا اللي هتعيشوا في البيت دوت، لان احنا البيت دوت هنقعد هنصور لكم فيه صبح وليل ليل وصبح. انا جالي اكتئاب. اختاروا البيت اللي انتوا هتعيشوا فيه معانا يا جماعه بعد اذنكم، واللي انتوا حابين ان احنا نطلع لكم منه فيديوهات حلوه. طالعين بالشخر وهنام يا جماعه ونفسها عالي جدا جدا. معلش طفله صغيره برضو خلي بالك لسه صدرها كده. اتمرمطت معانا يا جماعه كل يوم نروح علاج حاجات كتير. معلش هو بس عشان العلاجات الطبيعي، والحمد لله احنا كده ان شاء الله باذن الله هنقرب المسافه، وان شاء الله يعني الموضوع هيبقى اسهل بكتير. ويلا بينا بقى عشان انا فرهطت نروح نشوف اللي بعدها. ولا دي على فكره خلي بالك احنا نشوف اخر واحده وخلاص عشان صعبه مش قادره. يلا يا باشا اليوم النهارده متعب قوي. يلا هنشوف اللي جاي وخلاص يا جماعه. يلا الفيلا الثالثه. الفيلا الثالثه يا جماعه والله عايز اقول لكم تعبنا جدا. لا ان شاء الله هتبقى جميله وحلوه وزي. تعالوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. ده كده المنظر من بره. انا عايز اقول لكم ما شاء الله يعني شكلها تحفه. ثواني عشان اوريهم بقى المنظر بجد. ما شاء الله يا جماعه التصميم بتاعها يعني الجواب بيبان من عنوانه كده. تعالي بقى ندخل نتفرج جوه عشان ايه انا ما عنديش نفس ان اهدى اكتر من كده عشان انا تعبت. ما شاء الله. لا ايوه يعني دي فيها واسع بره شويه، يتحط كرسيين ترابيزه كده وقاعده حلوه. لا النجيله دي خطيره ما شاء الله. لا هنا بصراحه يعني انا حبيت الواسع اللي بره ده ما شاء الله. وهنا واسع برضه، دي ممكن تتعمل دي كلها نجيله برضه، دي كلها ما شاء الله جميله تستغل في القعده. حلوه قوي ما شاء الله تحفه. طب تيجي نبص كده. تعالي بقى نخش جوه. بصوا يا جماعه اللي هنا ده سبحان الله زي ما تقولي حد كان هنا بتاع تصوير ولا ايه فعامل ديت. عشان نصور بقى ونعملها ورد. تعالوا بقى بصوا يا جماعه هنا برضو في جنب هنا واسع كده، ده برضو ممكن برضو يشتغل. لا على فكره يا جماعه انا مش عارفه برضو اظهر لكم اللي هو الباركنج. لا هو ما شاء الله واسع، لا كبير. بصوا يا جماعه ما شاء الله كبير وياخد عربيه واتنين، يعني ده ممكن بيدخل عربيتين جنب بعض هنا كده. تعالوا بقى نتفرج جوه. يلا تعالوا نتفرج جوه وان شاء الله كده يعني ومن جوه يطلع حلو زي بره. حلوه. لا ما شاء الله الديكوريشن بتاعها يعني قصدي النظام بتاعها من هنا يا محمد نفس اللي انا بحبه. لا ما شاء الله الريسبشن كمان واسع. لون كده الدهان الريسبشن صح. وبرده ما شاء الله يا جماعه جديده، احنا كل اللي بندخله بيكون جديد، ما بنروحش حاجه تكون قديمه متشطبه على المفتاح على طول. لا خطيره. بص بقى هنا دي شكلها كده اوضه المجلس اللي انا بقول لك عليها. بص وده الحمام. ده كده الحمام يا جماعه بتاع اوضه المجلس وبتاع ايه وبتاع المغسله اللي هنا دي بيقولوا عليها مغسله هنا. بصوا المغسله يا جماعه ما شاء الله تحفه ازاي. هي حلوه جميله واسعه ما شاء الله. لا ما شاء الله. واللون ده جميل قوي كده على فكره. اللون ده يلين معاه العفش، لو العفش لونه فاتح هيبقى جميل برضو. اللون ده حلو. لا والحمامات على فكره حلوه نظيفه. حلو نظيف. طب عشان انا فرهدت الاء. وانا والله. ده ايه ده؟ ده اللي هو بتاع الدور الاول اللي هو لينا احنا بقى، اللي هو مثلا بتاع اللي ليه خاص بالمطبخ وكده. في اوضه هنا كمان اهي. في اوضه كمان هنا اهي، والاوض كلها ما شاء الله واسعه. دي بتبص على الوسع اللي انت قلت لي عليه. ما شاء الله التكييفات راكبه وكل التشطيبات خلصانه في كل اللي احنا بندخلهم. ما شاء الله تحفه. الله اكبر. الحمام جميل يا بنتي الاء. ما شاء الله تحفه. وده ايه بقى؟ ده كده المطبخ. اكيد المطبخ. سؤال ذكي. المطبخ مطبخ تحفه. احلى حاجه. معلش اقفل الباب وافتحه تاني. انا اسف. ما اعرفش ايه حكايه الاء مع قفل الباب. السلام عليكم. ايه ده؟ في اوضه هنا كمان اهي برضه يا جماعه. ما شاء الله. يعني كده كام اوضه تحت؟ ما شاء الله كده 2 3 4. 4 غير المجلس. 4 ولسه ما طلعناش فوق. ما شاء الله. غرفه برضه بحمام. كل الغرف يا جماعه ما شاء الله بحمام. دي تحط لها سرير كده ولا دي الايه يعني؟ طب تعالي بس الاول نتفرج فوق عشان انا مش هادي خلاص. انا فرهطت والله. السلم بص يا الاء شكله تحفه قوي. بص انت طالعه الملكه طالعه يا روح قلبي. السلم شكله تحفه، تصميمه رائع، والسلم الرخام بتاعه كله معمول اسود كده جلاكسي ده. بس هو على فكره مبهدل ومطرب، بس دوت شكله بجد رائع قوي قوي. تعالوا عشان انا فرهدت والبت دي يعني فرهدت معايا. بسم الله ما شاء الله جميله كتيره بجد. الله. والحمام بص الحمام بتاعها تحفه. الحمام بتاعها تحفه ما شاء الله. الله اكبر. لا ما شاء الله الحمام تحفه. وهنا في دريسنج كمان اهوت. يعني انا ملاحظ ان الغرف كلها هنا بدريسنج. ان شاء الله الايام اللي جايه باذن الله مش هعمل غير حاجه واحده بس، ان انا افضل اعلي الليفل بتاع النفسيه عند الاء. خلاص والله كده 100% اصلا. في 3 تخش انهي واحده الاول؟ هو الثلاثه ما شاء. بص انا شداني دي برضه. بص هو الثلاثه عشان احنا تعبنا والناس برضو ايه تعبت معانا كده، تلاقيهم هيتلخبطوا اصلا مش عارفوا يختاروا. ال3 غرف اصلا قد بعض. لا مش قد بعض بس
انا مصممه اتفرجكم، انا تعبت. تعالوا يا جماعه تعالوا. طب نتفرج على دي بس وخلاص. دي الغرفه يا دي جماعه. فيها دريسنج برضو. الحمام بتاعها خطير والله خطير. لا بجد الحمام تحفه فعلا، لازم تيجوا تتفرجوا. بص الحمام عامله ازاي. طبعا المكان ده كله يا جماعه محتاج نظافه، واكيد يعني ايه اي مكان هناخده في شركه نظافه هتيجي تنظفه. تعالوا يا جماعه نتفرج بقى على الاوض الثانيه، عشان خاطر ايه انا عايز اكل لقمه، ونشوف بقى لو هنشوف واحده كمان ولا حاجه. الراجل واقف تحت مستنينا. وانا والله انا تعبت. بص يا جماعه دي الغرفه رقم 5 صح؟ دي كده 7 اوض. الغرفه رقم 5 برضه حمامها تحفه. لا الحمام ده اوسع حمام. الحمامات كلها احلى من بعض. ده اوسع حمام. هنا الحمام يا جماعه تحفه تحفه تحفه، واحلى حاجه ان الشاور كله معمول بغرفه كده ازاز، بحيث ان الحمام ما يتبهدلش، فدي حاجه جميله جدا يعني. التشطيب بصراحه سوبر 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 لوكس، يعني انا التشطيبات عجباني جدا. بس في تاتشات انا بشوفها دي يا جماعه، يعتبر دي البلكونه الوحيده اللي في السبع 6 اوض كده، هم 7 على فكره، 7 غرف تقريبا. ما شاء الله يا جماعه. احلى حاجه هنا في الفيلا ديت ان البلكونه بتاعتها واسعه، والفيو من هنا شكله جميل، يعني عارفين يتعمل قاعده هنا كده تبقى قاعده جامده جدا جدا بالليل. بس احنا دلوقتي برضو هنروح عشان الراجل بينادلنا تحت، وفي المفروض فيلا رايح يوريها لنا، فاحنا مش هنستعجل وهنشوف كل الفيلا عشان نجيب احسن حاجه. حرام عليك البنت فرهدت والله انا اللي فرهدت. يلا والله البنت فرهدت اكتر منك. والله انا اللي فرهدت. يا حماده انا عاشقك وانت حمود يا حماده. بصوا يا جماعه بيغني الاغنيه دي ليه؟ قولوا لي ليه. عشان هو قاعد في مكان بصوا عامل ازاي. والله يا جماعه احنا فرهدنا. بصوا المكان. بصوا يا جماعه احنا فرهدنا وتعبنا جدا جدا جدا، فاحنا قلنا نكافئ نفسنا ونروق على نفسنا، خدنا دش كده جميل. لا النهارده بصراحه لفينا لفه جامده. وتالينا عايز اقول لكم ان هي فرهدت معانا اقسم بالله النهارده وتعبت جدا، بس احنا برضو روقنا عليها كده وغيرنا لها هدومها. وعايز اسالكم سؤال يا جماعه، اكيد في ناس ما شاء الله بتتفرج علينا خبره في تربيه الاطفال، ففي حاجه انا ملاحظها ومستغربها جدا 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 في تاليا، لما بتيجي تنام بتقعد تعيط، ما اعرفش تيجي تاكل عايزه تعيط، بتيجي تعيط، عايزه تعيط، بتبقى عايزه تعيط، عايزه تعمل حاجه تقوم ولا حد يقومها تعيط. انت عايزه تنامي، عايزه تخش البيبي تعيط. بتعيطي ليه؟ ما تنامي. يعني انت عايزه تنامي بتعيطي ليه؟ لازم حد يشيلها. هو الاطفال كده ويقعد يعمل كده. طبعا يا جماعه سيبكم من شكل المتبهدل ده، لان اصلا لحد دلوقتي وانا والله عايزه اقول لكم ان اللف كتير الصبح جالي والله العظيم حاجه في دماغي، يعني انا جالي حاجه في دماغي يعني جالي ضربه شمس بتهيالي بعد الشر عليك. فدماغي وجعاني جدا جدا. الله يكون في عون تالين بجد بجد. على فكره تعيط براحتها يا محمد، ده هي تعبت قوي معانا النهارده والله كتر خيرها واقسم بالله. كتر خيرها اصلا. بصوا يا جماعه الشوربه بتاعتهم عامله ازاي جميله، بس بصراحه طعمها غريب تقيله. بصوا على فكره ما اعرفش شوربه ايه دي، انا مش قادر هي ما اعرفش هي شوربه ايه بصراحه. بصوا تقيله ازاي. ما هي تقيله بس هي ما اعرفش شوربه ايه، انا دقتها نفسي اعرف دي شوربه ايه. نزلوا لنا السلطه ديت وده انا مش عارف محمد، انا مش عارف دي شوربه ايه صراحه، يعني هي مش شوربه لحمه بس شوربه ايه انا ما اعرفش، لما يجي لازم اساله. بجد بجد قاعده في البلد بالظبط، قاعده البلد وحشتني قوي والله العظيم يا محمد. كنا قاعدين في الخص خص هو فعلا والله العظيم تصدق قعدة البلد وحشتني فعلا. والله هو مكان تحس ان هو عامل زي الريف كده. مين يا جماعه قعدة البلد برضو وحشته كده، يعني انتم قاعدين دلوقتي يعني وحشك ان انت تروحي تقعدي عند ستك وتجيب لك لبن من الجاموسه وتجيب لك جبنه قديمه وتعمل لك بطاطس كده طعمها غريب بس طعمها حلو يعني. انت يعني وحشكم برضو القعده دي ولا انا بس؟ بصوا بقى يا جماعه الحلاوه. انا سالت على الشوربه قال لي شوربه لحم، بس مش عارف انا مش حاسسها شوربه لحم الصراحه. هقول لك عشان هم حاطين فيها هيل كتير. احنا نمسك المعلم ده كده. بص اللحمه دايبه. اللحمه حلوه قوي. خد حته كده من هنا وهي سخنه صح؟ ارمي الكاميرا كلي بسرعه هيخلص. والله طعمه حلو صح؟ جامد. بصوا يا جماعه بصراحه شكلها خطير، فاحنا بقى هناكل وهنرجع لكم. ده اسمه مصبي ايه؟ لا ده مش مصبي، اسمها حنيز. حنيز صح. حنيز. هو بيقول لي حنيز، بقول له حنين مين؟ انتوا بتعملوا حنين هنا؟ بص يا لا بص المنظر يا لا بصي. اديله ادي بص يا جماعه انا عايز اقول لكم الاقي تعليم طريقه الاكل ديت والله لو اوريكم. ايوه تقوم عامله كده
وبالهنا والشفا على قلبي. الحمد لله نسفنا الجدي يا جماعه. بصراحه كان طعمه جامد. لا بتنام خالص، كلت واتولت. انا اروح بقى انام عشان انا بصراحه يعني تعبنا لفينا كتير قوي النهارده. بس بصراحه المنظر تحفه، بص المنظر عامل ازاي. المنظر خطير. بس تعالي اوريكي حاجه يا لا. بص بص بص. تحفة. تعالي اوري الناس يلا. حاجه. تعالي. والله لازم انا اوريهم. يلا. بص يا انا عارفه جماعه، انت هتوريهم ايه. بص يا جماعه عاملين الديكور هنا ازاي. الديكور ده عجبني قوي. لا انت اعمل زوم هنا بص كده. بص يا جماعه الديكور ده عجبني قوي. بص الزير. ده بيت ستي بجد. لا والله بجد بيت ستي الديكور اللي في البلد. جميل. بيت ستي اللي في البلد بالظبط. بص الديكور شكله تحفه. يا جماعه اهم حاجه لازم تختاروا تكتبوا رقم 1 او رقم 3 2 لا. رقم 2 لا، ده رقم 1 لا رقم 3. البتاعه دي وقعت من تارين كنت ماسكاها. بس يا جماعه اهم حاجه تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا رقم 1 او رقم 3. باي. ونشوفكم على خير. مع السلامه.